كيف سحبت بريطانيا، سحبت ياسر حبيب، أخرجته من السجن بضغط من بريطانيا لتأتي به إلى بريطانيا وتؤسس له هذه الأعمال، بضغط من ملكة بريطانيا. وكمعلومة بسيطة، ملكة بريطانيا اتصلت بعد أن سجن هو بسبب مقالة أم المتسكعين عائشة، والمقالة معروفة في مجلة منبر، حكم 10 سنوات، لم يمضي شهران واتصلت ملكة بريطانيا قالت له هذا لابد أن تخرجه من السجن. قال لا أخرجه، لأنه العفو يحتاج إلى أن يكون قد أمضى في السجن 6 أشهر. قالت له لابد أن تخرجه من السجن. اضطر أمير الكويت بذاك الوقت أن يعفو عن 30 شخص حتى يمرر هذه الصفقة. لهذا السبب الآن مثلا أنا وإن كان يعني للأسف الوقت قليل، ولكن عندك ياسر حبيب، عندك الآن هذا الله ياري هذا الآن في فضائيته باسم آل البيت. ليس فقط علينا أن نتبرأ من هؤلاء، لا، علينا أن نبين للعالم الإسلامي بأن هؤلاء لا يمثلون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا يمثلون مذهب أهل البيت. ليست براءة بمعنى البراءة أنه أنا ما إلي دخل، لا، نتبرأ منهم حتى فكريا. الآن ليس من منهج أهل البيت الدعوي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، هذا هو منهج أهل البيت في الدعوة، أن تلعن فلان وفلان وفلان على الفضائيات. هؤلاء لا يمثلون منهج أهل البيت في الدعوة، حتى لا يمثلون في بعض أفكارهم مذهب أهل البيت، منها الطعن في عرض أم المؤمنين عائشة. هذا كما يقول الشيخ الوحيد دام ظله الشريف بأنه هذا مخالف لضروريات مذهب أهل البيت. نعم، علينا أن نتبرأ من هؤلاء، وإلا إذا لا نتبرأ، طبعا نحن لا نريد الآن أن نثير فتنة في ساحتنا الشيعية، نتبرأ منهم بشكل علمي وبشكل فكري واضح، بعيدا عن الأسلوب الآن الذي يعتمده ياسر حبيب والله ياري، وبشكل عام هذا الخط الذي يعبر عنه بالخط من دون أن نذكر الاسم. فهذا الخط الذي الآن يعتمد على الخطاب السب والشتم، والذي الآن في أخلاقه لا يختلف عن أخلاق الوهابيين. يعني الوهابي، بتمنى من الإخوان يتأملوا بهذه العبارة، الوهابي نجح للأسف في أمور، منها الآن الوهابي نجح أن يصول لأهل السنة والجماعة بأن نحن نسب الصحابة، نطعن في عرض أمهات المؤمنين. وأيضا من نجاحات الوهابية أنهم استطاعوا أن يجعلوا بعض الشيعة أخلاق بعض الشيعة مثل أخلاق الوهابيين، يجعلوا أخلاق بعض الشيعة هذه الآن التي نشاهدها في فضائية آل البيت وصوت العطرة والفدك، وللأسف أيضا بعض الشيعة في البلتوك وحتى الآن انتقل إلى الفيسبوك وإلى آخره. في بعض الشيعة الآن أخلاقهم ليس فقط التبليغية، حتى مع الشيعي صاروا مثل أخلاق الوهابيين، سب وشتم وطعن بالإمام برموز المذهب وبعلماء المذهب كما الآن نشاهده عند هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.